الو، والد الكتكوت معايا؟ تعالى خد الكتكوت عشان تعبان. العياده كلها النهارده كده، كل العيال جايالي بلبس المدرسه. هو انا ازاي ما اخليش ابني يتعب كتير في الدراسه؟ مبدئيا كده زي ما قلنا كل الفترة اللي فاتت دي، ادوا مصل الانفلونزا عشان لما يلقطوا اي ميكروب من العيال في المدرسة يكون في مناعة تحارب الميكروب ده. ثانيا، العبوا على مناعتهم، لازم يفطروا الصبح قبل ما ينزلوا. ما ينفعش ان احنا نروح كده مناعتنا زيرو وبنقول للميكروب تعالى يا حبيبي مكانك وبيتك واتفضل اعمل اللي انت عايزه. ابنك لو تعبان ما تنزلهوش المدرسة، ولو حتى مجرد ان في بوادر تعب، لان المدرسة دي انتكاسة. بمجرد ما ينزل ويروح وهو عنده بوادر تعب، انت كده هيرجع لك درجة حرارته 40. التعب بيبقى محتاج راحة، ولكن الحركة والنطنطة وروح المدرسة والحاجات دي بتزود المشكلة او التعب عند ابنك. فناكل كويس، ناخد مصل الانفلونزا. ابنك لو تعبان ما تنزلهوش.